يا إما أن تكون وطني أو خائن، ما كايناش شي حاجة في النص. الواجب الوطني حاليا كينادي، ما نقدرش نسكت، كنشوف اش واقع ونبقى ساكت، طرا ليا شي لعيبة، بعدت منكم، ما بقيتش كنكلاشيكم، ولكن الله غالب. مني تجيبوا لنا الشماتة حتى لبلادكم يعلن علينا الحرب، نتوما ماشي رجال. مني يفكم هادشي كامل علوها نتوما يا الكراغيلة يا اللقطاء. و40 ألف مشجع وسط التيران سير كيسب فينا حنا الشعب. حنا عمرنا غلطنا في الشعب الجزائري، مشكلتنا مع الكابران. وانتوما راكم كتعرفوني اكثر ما كيعرفوني المغاربه ولاد بلادي. سباني انا ماشي عادي، نجبد لكم التخت، التاريخ، الجذور ديالكم، القيح ديالكم، قله الاصل ديالكم، حطها لكم على الطابله ونبدا نجلد فيكم. ما نخسرش معاكم الهضره، ماشي خوفا منكم، احتراما للمغاربه وللعائلات والاطفال اللي كيتفرجوا فيا. فيا اما يا او. والله العظيم إن الإساءة للشعب المغربي من طرفكم هو إساءة لنا جميعا، إساءة لكل عربي، وإساءة لكل مسلم، إساءة لي شخصيا. ما أحقركم وما أنذلكم، مجرد لعبة فضحتكم يا أنذال. اختصرتم علينا طريقا طويلا من محاولة التحذير من عنصريتكم العفنة. ثم تعالوا أجيبوني، هل أنتم قرود أم بشر؟ أما نحن فبحمد الله تعالى نؤمن بأننا بشر خلقنا الله تعالى. لا قوة إلا بالله. عن جد بالشيء اللي شفناه وسمعناه أفضل شيء واحد يقول لا حول ولا قوة إلا بالله. هذا الفيديو مو جاي من المريخ ولا من أي ملعب بالأرجنتين، هذا الفيديو بافتتاح بطولة الشام بالجزائر، يلي شفنا يعني الشتيمة الجماعية لأهل المغرب. يعني عن جد شي بينكس راسكم، نحن راسنا مرفوع وين كان. حاج بقى تقولوا لي نحن أولاد ملة وحدة، أولاد جلدة وحدة، أولاد إسلام. نحن الإسلام والحمد لله، بس علي يعرف الإسلام. حاجة تقولوا نحن عروبتنا وأمازيغ وكلياته مع بعض ونحن جيران. نسفتوا كل شي بعرض الحائط، كل شي اللي كان عم بيشتم بالملعب هذا عديم التربية وعديم الأخلاق وعديم الإنسانية. هلأ في ناس تطلع بتقول لي إنه أنت شغلتك بالفن، شو دخلك بالرياضة؟ الرياضة فن وأدب وأخلاق وتربية، والفن أدب وأخلاق وتربية. فلذلك أنا عم بحكي على التربية والأدب والأخلاق. هدول اللي كانوا جوا الملعب لا في تربية ولا في أخلاق ولا في أدب. أنا برجع بقول ما عم بعمم على كل إخوانا بالجزائر، حاشا، إن أهل وإن أصدقاء وإن عائلات هنيك كتير ولا بفتخر فيهم يعني. بس يلي شفناه بهالافتتاح هاد وهي الشتيمة الجماعية عن جد شي بينكس الراس وشي بيخجل وشي لازم يتحاسبوا عليه. كل شي مسؤول بالجزائر بالرياضة لازم تتحاسبوا عليه. واحد منكم عنده ذرة رجولة يطلع يقول إني عن جد في شيء إساءة صارت، نحن بنعتذر، تقدموا اعتذار. لكن الأوردر آخدينه من وين؟ حفيظ الدراجي لما بيكتب كلمتين 3 على الفيسبوك بيشحن وبيحقن العالم كلياتها حتى تطلع العالم تشتم. حفيظ الدراجي انت اكثر انسان كنت مستفيد من المغرب، انت اكثر انسان كنت منافق ولا زلت منافق، انت اكثر انسان يعني عندك عدائية بقناة بي ان سبورت، انت اكثر انسان مانك حيادي ولا ابدا. مو عيب هذا الشيء يلي عم نشوفه من شتيمة بحق اهل المغرب، بحق اخوانك لك بالدين، بالملة، بالجيرة، بالعروبة، بالامازيغ، بالكلياته. وين هذا كلياته؟ ليش؟ اقسم بالله العظيم، انا عم بقسم بالله بعام 2019 لما الجزائر اخذت بطولة افريقيا طلعنا بعفوية بالمغرب. هون العالم طلعت ما بتعرف، ما حدا جبرها ولا حدا فرض عليها، طلعت بدافع المحبة، بدافع اني والله فريق الجزائر عربي امازيغي طلع، فرح له، فرحنا من كل قلبنا، هللنا، طبلنا وزمرنا. ليش؟ لأني من محبة داخليا عم نقول إني ألف مبروك للجزائر. هذا هو يلي عم نشوفه هلأ، شتيمة جماعية.
نحن من زمان يعني مو بيقول لك المثل ما بتعرف غيره لتجرب غيره، يعني ما بتعرف قيمة الشعب المغربي حتى تشوف الطرف الثاني الحقد الدفين. والله عم نتعامل معاملة هون ما في أطيب منا وأحلى منا، ما عم نشوف شيء سيء أبدا. يعني كل اليوتيوبرية بالوطن العربي غلط، يعني يلي من مصر يلي من سوريا يلي من فلسطين كلهم غلط إلا أنتوا الصح. لما عم نحكي على أهل المغرب وطبيعة أهل المغرب ومعاملته، لا نحن عم نطبل ومنزمر للمغرب، نحن مستفيدين. لك شو مستفيدين؟ أنا مثل أي مواطن مغربي باكل بشرب بدفع مستلزماتي الشهرية، أجار بيتي، كل شيء، ما حدا عم بعيشني، ما حدا بدفع لي فلوس. بترجع بتقولوا لا، بتلاقوا لكم فرضنا ثغرة تانية، انت عم تعمل فيديوهات كرمال تستفيد من اليوتيوب، لك طز بالفلوس كلياتها اذا انت عقلك صغير ومحدود عم تفكر بهالتفكير. نحن عم نعمل فيديوهات حتى نوصل الحقيقة، حتى نوصل شيء من زمان بالسوشيال ميديا ما كان في سوشيال ميديا، ما كانت الحقيقة واصلة للعالم. يعني كيف اهل المغرب او لكيف سوريا او لكيف لبنان، هلأ صار في التواصل كتير سهل. طيب ليش ترجع بتقولوا بدكم تدافعوا؟ لا، انتوا عم تعملوا فتنة ما بين المغرب والجزائر. نحن عم نعمل فتنة وهدول 40,000 هدول اللي عم بيشتموا وبسبوا، مين هدول؟ كمان نحن اللي هيجناهم، نحن اللي حقناهم. حاج بقى تضحك ولا حالكم، حاج تتخبوا يعني بالغربال، مش تتخبوا بالشمس. يعني ما فيك تتخبى وراء اصبعتك بالشمس، مكشوفين. الحقيقة باينة عند العالم كلياتها وعم بتبان أكتر وأكتر. لك حتى بالتنظيم تبع البطولة فاشلين فيه. جيتوا لتقلدوا المغرب اني والله جبتوا الامهات تبع اللاعبين، برافو، شيء كتير كويس هذا. جبتوا امهات اللاعبين قعدتوهم اني من بعد ما تنتهي المباراة او لكل شخص بفوت لاعب بفوت جول بيرقد لعند امه بده يبوسها. حاطين شبك مثل شبك السجن، يعني معتقل حاطينهم برا. مين المعتقل بقى؟ الجمهور او اللاعبين؟ انا بشوف الجمهور هو المعتقل اللي فوق، او همجية بالتنظيم مشان ما ينزل الجمهور لتحت. اقل شيء بدك تقلد المغرب مثل ما عمل بوفال وحكيمي وهاللاعبين يوسف نصيري لما راحوا لعند امهاتهم وابهاتهم، خليلهم انه بدون شبك يطلعوا بالمنصة الرئيسية، يطلعوا لعند امهاتهم وصورهم انه عم ببوس امه. معقول قال اللاعب ببد ايده من الشبك تجي الام بتبسله ايده؟ غيرتوا المعادله. يعني انتم حتى عملتوا التقليد بس بالمقلوب. يمكن انتم يعني بدكم تسووا شيء جديد، لكن شيء سلبي. معروف دائما ان الام هي اللي بتنباس ايدها واجرها وراسها وكل شيء بالام حطوا فوق راسنا. لك قلت لكم حتى بالتنظيم فاشلين وغلط. أنا عم بحكي هلا بالرياضة، عم بحكي بالفن، ما تدخلت بشيء إنه هذا لاعب أفضل وهذا شيء. أنا عم بحكي بشيء اسمه أدب، ما في شيء اسمه أخلاقيات بهالشتيمة يلي انشتمت. هو حدا يجي يقول لي مرة تانية نحن لسه أنت عم تعمل الضغين وعم تعمل الفتنة. لك يا جماعة الخير، لما ناقشنا بالفن قلنا لكم هذا اللحن مولى فلان هذا لمغربي، لا هذا اللحن جزائري. جبنا لكم ورقة النوطة، لا هذا اللحن جزائري. راسنا وألف سيف هذا اللحن جزائري. لك إذا أنتوا بس بدكم تستفزوا، يعني على فكرة أنتوا جماعة مستفزين. يلي على اليوتيوب عم بحكي، برجع بقول إني أنا ما عم بعمم نهائيا، بس يلي عم بيناقش هو حدا تناقشني، لأني ما ناقشته جاهلا إلا وغلبني، وما ناقشته عالما إلا وغلبته. نحن لما عم نحكي على أهل المغرب عم نحكي بكرمهم، بطيبهم، بمحبتهم، بتسامحهم. ما عم بشوف حدا قلبه أسود. 40,000 شخص عم بيسبوا المغرب بصوت واحد. معناتها شو هذا بيكون؟ هذا اسمه حقد، هذا اسمه حسد، هذا اسمه عداوة. شو بتسموه؟ ما خليتوا مسميات إلا لازم تتسمى. عن جد عيب، عن جد طفح الكيل معكم، عن جد ما بقى شيء انحكى. اي شيء ضربتوه بعرض الحائط. لك روحوا باي باي مع السلامه. والله وجعتوا لي راسي، عن جد اقسم بالله العظيم. لسه بتقولوا ليش بتحب المغرب؟